أول زيارة لرئيس دولة عربية بشكل رسمي إلى سوريا خفضت سعر الدولار أمام الليرة السورية لأكثر من 10,000 ليرة. اليوم ارتفعت، تحسنت قيمة الليرة السورية أمام الدولار من زيارة وحيدة ويتيمة لأول رئيس دولة عربية وهو أمير قطر. معقول زيارة رؤساء الدول العربية رح تساعد أكثر وأكثر بتخفيض وتحسين الليرة السورية أمام الدولار؟ هذا السؤال اللي صعب أنه نحن نجاوب عنه ببساطة وبسهولة. لازم نفهم القصة من أوليتها. هذا يا سادة يا كرام اللي صار أنه ببداية الثمانينات كانت الدول العربية متنتهجة سياسات اقتصادية قاسية جدا، ومن ضمن هي السياسات هي السياسات الاشتراكية لبعض الدول طبعا العربية، واللي كانت تعنى خلينا نقول موازنة الصادرات مع الإيرادات. وهذا الكلام بحد ذاته كان عم بيشكل ضبط للطلب على العملات الأجنبية المختلفة، وهذا الكلام كانوا قدرانين من خلاله يسيطروا على أسعار الصرف بحيث أنه ما فيها الطلب الكبير والهائل خلينا نقول على العملات الأجنبية. طبعا مع تحقيق نقطة كتير أساسية ومهمة، هي ببساطة أنه الدولة هي نفسها هي اللي عم تستورد وهي اللي عم بتصدر، وعم بيتم كل الأمور منها ومن خلالها. وهذا الكلام بحد ذاته كان عم بيعمل ضبط للعملات الأجنبية ونسبة الطلب عليها بشكل أو بآخر. خلينا نميز ما بين ما يدعى بالتراجع والانهيار بالنسبة للعملات العربية، بحيث أنه في دول عربية خلينا نقول تراجعت قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار لأسباب كثيرة بعضها بنعرفها، مثل مصر وخلينا نقول تونس ومصر بيعتبروا هن حاليا بالتراجع للعملة. أما حالات الانهيار هي لكل الدول اللي صار فيها نزاعات وحروب سياسية ونزاع مسلح. هذا الكلام بحد ذاته عم بيشكل فجوات كبيرة مثل لبنان، الصومال، اليمن وأكيد سوريا. هل ممكن العملات اللي انهارت أو تراجعت أنها ترجع تنتعش؟ خلينا نفهم مبدأ التراجع والانهيار من وين عم ببلش. بداية، من أهم النقاط اللي بتخلي العملات أنها هي تنهار أو خلينا نقول تتراجع هو مبدأ الفساد. انتشار الفساد بهي الدول اللي ذكرناها وغيرها أكيد هو من أكبر المسببات اللي عم تعمل مشاكل خلينا نقول بتراجع أو انهيار العملات. وهذا الكلام بحد ذاته هو مؤشر كثير خطير لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال. ثاني نقطة هو معدلات الطلب على العملات الأجنبية. لما كانت الدول بحالتها خلينا نقول بالنموذج الاشتراكي أنه هن عم بيشتغلوا على مبدأ أنه نحن اللي عم نصدر ونحن اللي عم نستورد، وكانوا ضابطين الأمور، وكان نسبة الناس اللي بدها تسافر لخارج البلاد محليا خلينا نقول هي ضئيلة جدا، كان هذا الكلام عامل ضبط للعملات. لكن بالتسعينات لما صار في عندنا انتقال وإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تغيرت، تم الطلب تحرير أسعار الصرف بالنسبة للعملات المحلية. وهذا الكلام سمح لأي شخص يكون من رجال أعمال أو طلاب أو خلينا نقول للسياحة بالحصول على خلينا نقول عملات مختلفة. وهذا الكلام شكل تحدي جديد وضغط جديد على الدول، فهو ساهم بشكل أو بآخر على هذا الموضوع. بالإضافة لهيك المشاكل السياسية اللي عم بتصير أو الأزمات السياسية من حروب داخلية، نزاعات مسلحة، خلافات داخلية، هذا الكلام فيه استنزاف هائل وكبير للعملات المحلية، بحيث ببساطة بصير كل ما نحن كأشخاص عشناها بسوريا نحن بنحاول نربط عملاتنا خلينا نقول أو مدخراتنا بناء على أسعار العملة الأجنبية مثل الدولار. وهذا الكلام بحد ذاته بخلينا نوصل بمراحل بثقة أكبر بما أنه عم تنهار العملة بشكل سريع ومتدارج خلينا نقول بالعملات الأجنبية. وهذا الكلام عم يشكل ضغط بشكل أو بآخر، زائد خلينا نقول دعم الفصائل من جهات مختلفة والأجندات السياسية المختلفة اللي عم بتكون بالمناطق اللي فيها نزاعات أو حروب، هي بحد ذاتها عم بتولد خلينا نقول ضعف للحكومات اللي كانت مستلمة أو ما زالت مستلمة ببعض الدول. وهذا الكلام عم بيخلي السوق السوداء هي اللي تتنشط بشكل أو بآخر بشكل كتير كبير وتسيطر كمان على هذا الموضوع. بالإضافة لهيك
هي الأمور الاقتصادية البسيطة اللي نحن لازم نلحظها من خلينا نقول حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، من ناحية هل في عندنا نحن مصانع إنتاجية ولا نحن معتمدين على الاستيراد. وهذا السؤال هو اللي بتقدر كل أمة عربية أنها تعرف تجاوب عنه لحالها. شوفكن على خير.